السلام. القصه ديال اليوم وقعت لمول الطاكسي واللي سميتو عبد الخالق كيقول لنا ان هادشي اللي وقع ليه كان السبب في الصمت ديالو لمده ديال سنه كامله. ما كانش كيدوي مع حتى واحد، كان غير كيبتسم وكيدوي بالاشاره، وكان متبع حصص عن طبيب نفساني. ومن بعد وقعت ليه هاد الصدمه. عبد الخالق راجل في عمره 38 سنه، شيفور ديال الطاكسي، اب عنده بنيه ووليد. وهادشي اللي غيعاود لكم وقع ليه في العطاويه في طريق دمنات، وهاد الواقعه ليها 5 سنين. كان غادي عادي بواحد العائله اللي تلاقى بها حتى المحطه الطرقيه ديال ولاد زيان. طلبوه ورغبوه يوصلهم في الوقت اللي كان راجع فيه للدار ديالو. بانوا ليه هاد الناس معقولين ومثقلين وكانوا مزروبين، والكيران ديك الساعه كاملين دايرين اضراب. المهم غيتفاهم معاهم على الخلاص وغيشدوا الطريق مع ديك 9:30 ديال الليل. وشدوا الطريق وكان كيدوي مع الاب ديالهم اللي كان بارك حداه، والمدام ديالو بناتو اللور. الطريق كامله وهو كيدوي معاهم ومقشبين وناشطين. وواحد الوقيته غيوصلوا لواحد الدوار سميتو دوار ولاد صالح، وقال ليه وقف هنا الله يخليك، نعطي واحد الامانه للوالد ديالي اللي كيسكن هنا بالزربه، غير واحد ربع ساعه الله يجازيك بالخير. ومول الطاكسي على نيته قال ليه خذ راحتك، غير ما تعطلش عليا عافاك. صافي بقى مع مرته وبناته في الطاكسي، زاد شويه في الصوت ديال الراديو وبدا كيسمع شويه ديال القران، ومره كيشوف شكون جاي وراه، وكيشوف مرات السيد وبناته سكتوا وكيشوف فيهم غير بنص عين. ومن بعد ما كانوا محيحين وناشطين قال لهم مول الطاكسي واش الوالد عايش مع خوتو هنا ولا غير بوحدو. ما جاوبوش، وعاود نقص من الراديو وسولهم وقال له واش الزوج ديالك عايش غير وحده هنايا. ولكن هاد المراه كانت ملفته عندهم وما جاوبتوش، ولقاهم كيشوفوا فيه كاملين واحد الشوفه خايبه بزاف، وهو يدير واحد الضحكه صفراء حيت ما فهم والو، وهو يجبد القرعه ديال الماء وبدا كيشرب فيها، وهي تقول ليه بنتهم باللي الاب ما غاديش يرجع وغير كذب عليك. فمول الطاكسي فسمعها بطريقه باش قالتها بديك الثقه كامله وهي الصغيره فيهم. واللي زاد خلعو هو كل شيء بقى ساكت، قال لها كيفاش وكيضحك ودار نفس ديك الضحكه اللي دار قبيله. وفاش غيشوف في الجاجه غتبان ليه البنت الصغيره ولات هي الوسطانيه والكبيره على اليسار والام في اليمين، وكتاكل في شي حاجه بواحد الطريقه مزروبه. تم السيد بدا كيخربق وغيخدم ليه عقله، وكان بلاصه الطاكسي في البيست وحاضي الظلام والخلا والقفار. بدا كيدير راسو كيغني بحال ما مسوقش ليهم حتى يجي الاب ديالهم، وما غيبقاش قادر يشوف وراه. بكل صراحه شداتو الخلعه ديال بصح. غيشوف المكانه ولقى السيد تعطل بزاف. يلاه غادي ينزل باش يشوف واش جاي شي واحد، غيحس بشي واحد كينغز ليه في دارو. وفاش تلفت غتدفل عليه ديك السيده في وجهه وغتغوت بالجاد وغتقول ليه سير عطينا اتساع، اشنو بغيتي عندنا، عجبك الحال دابا؟ ومع غتقول ليه هادشي غيمشي ليه الشوف شي 50 ثانيه وشداتو بحال الدوخه. وملي رجع ليه الوعي ديالو حل الباب بالجاد باش يجرهم كاملين ويخرجهم من الطاكسي ويهرب. فاش حل الباب ما لقى حتى واحد في الطاكسي. صافي تما بدا السيد بدا كيتخربق، وكان كيقول هاد مول الطاكسي بلي الله شاهد عليه على هاد الهضره اللي كيقول. ففشل وطاح على ركابيه وبدا كيبكي وديمار الطاكسي وغيتلف على الطريق بعد ما كان الهم ديالو الوحيد انه يهرب من ديك البلاصه. وكان غادي بواحد السرعه خياليه وبقى غادي في ديك الطريق واخا ما عارف عليه حتى حاجه وما بانت ليه حتى شي بلاكه. شويه غيبان ليه واحد البراج وهو يفرح شويه، عاود لهم البلان كامل وسولهم في كاين دابا. قال لي ما بقى لك والو توصل لكازا. المهم قالوا لي ما تخاف ما والو. والسيد كان ديك الساعه شاد الخلعه ديال بصح، وملي كان راجع ما كانش قادر يشوف في ديك الجاجه اللي كان كتبين الناس اللي وراه، وكان مخدم الراديو على الجاد باش يمشي الوقت. وصل لكازا وبدا كيقول الحمد لله. المهم بلاصه الطاكسي وسلم على العساس وقال لي مال حوايجك مقطعين، ولكن السيد ما كانش شايفهم ولا حاس بهم. قال ليه حتى الصباح ونعاود ليك. قال لي العساس ياك لاباس. وهنا السيد غيبدا يبكي، والعساس قال لي برك وعاود لي اش وقع ليك. شويه السيد غتبان ليه ديك العائله دايزين من الشارع وكيشيروا بالايد ديالهم في الجهه ديالو. ملي غيفيق السيد غيلقى راسو في السبيطار ديال محمد الخامس، ودايرين به الاب ديالو والام ديالو والاخ الكبير ديالو. ومن تما والسيد مريض ومتبع عند طبيب نفساني. هادشي بعد ما دار الرقيه وكل شيء. هنا غتكون القصه ديالنا سالات. نتلاقاو في القصه الجايه، يلا تهلاو.